الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مريم من قالمة. مرحبا بك، تفضلي. بك يعيشك. أستاذي سؤالي هو أنه عندي الوالدة تزوجت في 26 جوان 1989. عفوا طلقت في 89 26 جوان. بعدها والدي توفى بعد الطلاق ب 41 يوم. أمي دارت الفريضة، وبحكم المادة 132 من قانون الأسرة أنهى تاريخ زوجها في الفريضة. بعدها توجهت والدتي للبلدية من أجل تسجيل حكم الطلاق، إلا أن هذه الأخيرة رفضت، وكانت إجابتها بأن التسجيل يكون من قبل المحكمة، ولم يسجل الطلاق إلى يومنا هذا. امي كي دفعت الملف تاع المعاش المنقول لصندوق تقاعد من اجلنا نحن، احنا 3 بنات، كانت الكبرى في الوقت هذاك الكبرى عمرها 4 سنين والصغرى 9 اشهر. بحكم أن الطلاق لم يسجل فهي ايضا استفادت من المعاش المنقول. في سبتمبر 2019 قمنا نحن انا واختي برفع دعوى في القسم العقاري من اجل استرجاع منزل والدنا من جدنا، استفاده بموجب مداوله. لما قامت القاضيه بالتحقيق العقاري عرفنا بقصه طلاق والدتنا من والدنا. سعينا من اجل تسجيل حكم الطلاق، لكن كان وقتها قد تقادم. في 28 سبتمبر قامت جدتي لوالدي بمراسلة صندوق التقاعد بأن والدتي مطلقة وليست أرملة، وطالبت الوكالة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. في 29 سبتمبر 2024 قامت الوكالة باتخاذ إجراءات وقف المعاش تاع الوالدة تاعي، وطالبتها باسترجاع جميع الأموال الغير المستحقة التي تحصلت عليها خلال هذه المدة بداية من سبتمبر 89 إلى غاية آخر معاش حصلت عليه. بعدها راح توجه شكوى للوكيل الجمهورية تتهمها فيها بتهمة الإقرارات الكاذبة. السؤال هو هنا، واش الحل اللي نقدروا حنايا نديروه للوالدة تاعنا؟ السؤال اللي نسألك أنا، الوالدة تاعك على بالها بلي كانت مطلقة؟ ايه. وعلاش استمرت تدي في المنحة على أساس أنها غير مطلقة؟ علاش؟ لانه كي راحت باه تسجل الحكم في البلديه ما حبوش يا يقبلوا عليها. سيدتي على بالي علاش، لانه راحت البلديه ما سحبولاش. علاش كملت يعني قبل ما نروحوا؟ علاش ما كانتش نقولوا الضمير على الاقل قال انا مطلقه ما نديش التقاعد تاع السيد هذا اللي انا مطلقه معاه؟ علاش بقات تدي؟ لانه كي راحت للكازوراك الوقت هذاك ودفعت تاعها الوثائق بدت لهم حكم تاع الطلاق تاعها، بصح هما مشاو بالوثائق اللي خرجت من البلديه وهي في شهاده الحاله المدنيه في الشهاده العائليه تاعها تخرج باللي ارمله ماهيش مطلقه، يا سيدتي الطلاق لم يسجل. فهما قالوا لها باللي انك انت تستفادي حتى انت في الوثائق. يا سيدتي المطلقه مستحيل، لانك امراه كي تطلق من راجل خلاص ما بقاش ولات اجنبيه عليه. هي كي مطلقه هي نعرفوا سيدتي مطلقات، وكي يكون كاينه حاجه فيها دراهم فيها كذا خلاص تغمض عينيها، المهم تدي وخلاص. المهم مش هذا هو المشكل تاعنا، المشكل انها مطلقه عندها حكم ولا ما عندهاش؟ عندها حكم بحكم قضائي. نعم بحكم قضائي مطلقه. نعم. وراح المشكل الان، اولا ما عندهاش الحق تدخل في الفريضه. اللي بصح الموثق كي دار لها الفريضه دخلها هي في الفريضه بحكم الماده 132 من قانون الاسره. يا سيدتي الطلاق وقع في سنه 1982. 32 132 نعم 1932 في وقت الاستعمار. انا اعتقدت 1932. المهم كاين حكم طلاق. طلاق 1989 طلاق 1989. نعم. نعم 1989. انت السؤال اللي تطرحيه الان واش تدير مع مصالح الضمان الاجتماعي؟ نعم. مصالح الضمان الاجتماعي من وقتاش هي تدي معاهم في المنحه؟ من 89 بعد وفاه والدي. صح. عند مصالح الضمان الاجتماعي مسجله بانها ارمله او مطلقه؟ مسجله بانها ارمله. بانها ارمله. نعم. وحكم الطلاق موجود عندها؟ ايه لكن ماهوش مسجل في البلديه في الحاله المدنيه. يوش عليه ولكنها مطلقه، اذا الام تاعك هنا خالفت القانون. نعم. وقدمت اقرارات كاذبه امام مصالح الضمان الاجتماعي. تقولي لي لا قالت لهم بلي انا مطلقه، لا العبره مش بالهضره، العبره بالوثائق. نعم فهمتك. لان الانسان اللي راسلهم
كشف بأن الأم تاعك تحايلت على مصالح الضمان الاجتماعي، الآن هي أمام زوج طرق. الطريقة الأولى طريقة مدنية لاسترداد كل المبالغ اللي داتها من 89 إلى اليوم، راح يوقفوا لها المنحة، وراح تتابع جزائيا بموجب المادة 222 223 من قانون العقوبات. هي الإدلاء بإقرارات كاذبة لأجل الحصول على حقوق غير مستحقة. يعني لو كان دفعت لا هو الأمر منطقي ومعروف، أنتم عارفين يعني في قرارة نفسكم عارفين بلي غلطت. والمشكلة أنه ما هيش الحالة الوحيدة وين الناس يروحوا يقولوا ماناش متطلقين لأن الإنسان توفى، يبقاو يديو في الحق تاعو، لأنه الأم تاعك طلقت في اللحظات الأخيرة تاع الوفاة، ربما قلت بعد 42 يوم. ايه بين الطلاق والوفاة 41 يوم. نعم. الآن الوضعية تاعها صعبة شوية، يعني إذا فيه إمكانية أنكم تلقاو تسوية مع مصالح الضمان الاجتماعي راح يكون أحسن. لأن تسوية مدنية بدون الرجوع للمحكمة، يعني بيناتنا هيك شغل ترجعوا فقط. لا هذيك من بعد ما يقدروش، يقدروا يتنازلوا على التعويض، يقدروا يتنازلوا على الدعوة المدنية يقدروا، ولكن الجريمة وقعت. الأم تاعك يسألها القاضي يقول لها أنت كنت تدي منحة تاع زوجك، تقولوا نعم كنت ندير منحة تاع زوجي، ولكن أنت مطلقة يا سيدتي، هذا ماشي زوجك، كنت تدي المنحة تاع إنسان أجنبي، لأن كاين ناس كي تكون هي ما كانش يديو المنحة هذه، كي جات هي الناس هذو غلقت عليهم ما يقدروش يديو. فهمتك. فهمتي؟ شكرا على الاتصال. عفوا، شكرا، بارك الله فيك. شكرا على الاتصال. الأمر واضح وبسيط، ما تخليوش البحث عن المال يعميكم، وما تخليوش البحث عن المال يعطيكم الأمان، لأن بعد سنة سنتين 10 سنوات 20 سنة شوفوا الآن راح تكون مطالبة باش ترجع واش دات من 89، وزيد عقوبة الحبس، وزيد تتوقف عليها المنحة. يعني دائما الجرائم لا تكتمل.